شايف ان الناس سعيده جدا الحمد لله، والامور مستقره والامن الحمد لله على احسن ما يكون. وانت جاي من بره شايف احنا مش حاطين على فكره الناس بتوع الامن دول خوفا من حاجه، لا ده حاطينهم بس يعني كعمل وقائي. لكن انا متاكد ان طبعا شعب بورسعيد الواعي لا يمكن يسيء لنفسه او يسيء لمدينته. وبنؤكد كلنا ان الحادث العارض اللي حصل قبل كده ما بين النادي الاهلي والنادي المصري ده كان مدبر بفعل يد خفيه وقوه خفيه. لكن بورسعيد انا لازلت بأبرئها تماما من اي حاجه حصلت في ماتش النادي الاهلي والنادي المصري. بالنسبه لموضوع دعم النادي المصري انا قبل كده ذكرتها وبأكدها ان شاء الله. لازم نصل بالنادي المصري انه ما يحتاجش لحد ولا لمحافظ، حتى لو كان محافظ ابن من ابناء بورسعيد. والنادي المصري لازم يصل بيه الامر انه يبقى موارده تكفيه وتغطي مصروفاته ان شاء الله. وده ان شاء الله في الاطار ده احنا بنشتغل، وان شاء الله هنصل اللي احنا عايزينه النادي المصري باذن الله. الحمد لله عوده النشاط الرياضي لبورسعيد وده شيء كان مهم جدا. الحمد لله بورسعيد بترحب بكل الجمهور المصري وبكل شعب مصر، سواء رياضيين او سواء زوار او مشترين او اصدقاء، بترحب بالناس كلها. الحمد لله في نفس الاطار عملنا حاجه اسمها مهرجان التسوق بيوازي احتفالات 23 ديسمبر ان شاء الله اللي جايه وعوده النشاط الرياضي. الثلاثه دول مع بعض بيؤكدوا ان في امن في مصر وان في امن في بورسعيد وان الامور ان شاء الله عوده الى مجراها الطبيعي الى ما سبق وكانت عليه. والله احنا حبينا ان نوجه رساله للشعب البورسعيدي ان هذه خطوه تليها خطوات نحو عوده الحياه الى ما كانت عليه قبل، وقد عاد الهدوء وقد عاد الامن، وده كان بفضل تعاون هذا الشعب وامتداد لحضارته وامتداد لتاريخه المحترم والتزام منه ان هو يسعدنا ان احنا هذه الرسالة تصل الى كل مصر ان بورسعيد عادت الى وضعها الطبيعي، وما كان سحابة صيف وقد انتهت وانقشعت، والان يستطيع كل العالم وكل مصر ان ترى في بورسعيد بلد آمنة تمارس الرياضة وتمارس التجارة وتمارس كل أنشطة حياتها في هدوء وفي سكينة وفي أمن إن شاء الله. طبعا وزارة الداخلية هي منوط بها تأمين هذا الفريق وذاك وكل الفرق على مستوى الجمهورية، والنادي المصري ده من الأندية العريقة اللي لها تاريخ اللي نحب نحافظ عليه ونحب نحافظ على الأمن، وإحنا هنأمنه وكفيلين بيه في بورسعيد وخارج بورسعيد إن شاء الله.